وأخرج وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالأقدار ونسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود لا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من سلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا الهبشي وعلمنا وحبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر
يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام
أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. وعلى المقدم بالإمامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. وعلى المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا ممجد. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك
عليك عون الغريب يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدي الظلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدي فتحنى وامحو عني ما بدا كل نور ملتنا خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدي كل حسن في الورى يبدو لنا من جمال المصطفى داعي السلام داعي السلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه
وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه تعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا منوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا وهو من فوق علم ما قدرات رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تربيها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله
والمولي عن الله ما أمره بتبليل خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه صلى الله عليه أشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المغلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المغلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله فما عليه من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأسلاب الباحرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهور وبال فذعن غذمة الراكب من هذه الحروف بأن يركم في هذا الكرباس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن الأذوي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا ضارب الأكنام عن شؤون خير الأنام ولكن الزليل تذوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين
وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله زاد محمدا تعظيما وهباه فضلا وهباه فضلا وهباه فضلا من لدنه عميما. الله زاد محمدا الله زاد محمدا تعظيما. يا تارب يا تارب يا تارب يا تارب شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. يا تارب يا تارب يا تارب يا تارب شايل الله شايل الله شايل الله شايل المدد
وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. المدد 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 يا رسول الله، المدد المدد يا حبيب الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير من وطئ ثرى المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب. خير من وطئ ثرى المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرت إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرت إلي ما أنت إلا كنز العطية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل بما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا سنن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم
ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق في سند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطن من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملته ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بمن يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن
لنا غفرت كل خطيئة وكذا ذنوبي إلا مشركا مثلها مشرك بك سيئا فاغفر الذنوب لا عين رآت فاغفر الذنوب لا عين رآت مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل الزمان شكرنا لذلك في كل الزمان عرف الكون السلام من إمام المرسلين عرف الكون السلام من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين صلى الله عليه عرف الكون السلام من إمام المرسلين صلى الله عليه إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا وعد الواصل بجنانه إن أهدى أبويه حنانا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين عرف الكون السلام من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين كل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا ظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا طهر تسامى
صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. فأخذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور العمود، وبرز الحامد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حضرك رسول الله فكرم رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد. صلى الله عليه سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك
إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه. نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد. آمين يا الله يا رب على يا الله آمين يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ودينا نهجا سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد. آمين يا الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وصلاة صل على محمد تغشى شرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. طلع القدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. واكرمي الأرواح منا
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختولا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولد ذلك الأشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم صلى الله ثم عليه. البسط وأضجعته فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة أي يميني صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله وصرف عليه. ذلك عني ثم عاودني الرب والظلمة والكشريرة أن يساري صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. صلى الله وكم ترك عليه. من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه صلى الله وأن عليه. في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه. وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا وتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب جلسته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكن رشادك لأهل سيد الكونين وأشرف ثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وتحفظنا في جوهر وتقلبات بجميل رعايتك وحسن
ولايتك وبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا بحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما ترهقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وكي من المؤدين ولعهدك من الحافظين ومنا لنا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما فجعلنا أمن ممن نصر آمين. هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعما ببركات وشرجات أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد والمراية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين وابسط العدل من الحق في جميع النواحي والأقطار بدون تأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع وفي الحرز البلايا المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى الجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.